في الفيديو ده كل كلامنا هيكون عن الدوال النصية. عدد الدوال النصية 28 دالة، هشرح منهم دلوقتي أهم 13 دالة وبسرعة. أول دالة معانا هي دالة كونستينيت. دالة كونستينيت بتدمج نصوص أو أرقام مع بعض. يعني مثلا لو عايز أدمج محمد مع العسكري في خلية واحدة، هستخدم الدالة دي. هكتب يساوي وبعدين اسم الدالة كونستينيت وبعدين تاب وأدخل النص الأول وبعدين سيمي كولن وبعدين النص التاني واضغط انتر. بس طبعا هو هنا ما عملش فاصل، هو دمجها مع بعض كأنها كلمة واحدة أو نص واحد، فهتحتاج تعدل وتسيب فراغ ما بين محمد والعسكري. هرجع تاني على الخلية F2، أكتب علامة تنصيص وبعدين مسافة وبعدين علامة تنصيص سيمي كولن وأكتب النص التاني واضغط انتر. ده كده بالنسبة لدالة كونستانت. وممكن برضه تدمج عن طريق علامة الأند. هتكتب يساوي وبعدين النص الأولاني وبعدين علامة الأند وتعمل مسافة وبعدين علامة الأند تاني وبعدين النص التاني واضغط انتر. ده كده بالنسبة لإدماج النصوص، وبرضه ممكن تستخدمها لإدماج القيم. تعال بقى نشوف دالة البروبر والأبر واللور. التلات دوال دول خاصين بتكبير الأحرف وتصغيرهم. دالة البروبر بتكبر الحرف الأول من كل كلمة. تعال نستخدمها ونشوف. يساوي بروبر وبعدين تاب وبعدين الخلية اللي فيها النص واقفل القوس واضغط انتر. وزي ما انت شايف هو خلى الحرف الأول من كل نص أو كل كلمة كابيتال. أما دالة الأبر دي بتخلي كل الحروف كابيتال. يساوي وبعدين upper وبعدين تاب وبعدين الخلية اللي فيها النص واضغط انتر. أما دالة lower بتخلي كل الحروف small. يساوي وبعدين lower وبعدين تاب وبعدين الخلية اللي فيها النص واضغط انتر. ده كده بالنسبة للتلات دوال الخاصين بتكبير وتصغير الأحرف. البروبر بتخلي الحرف الأول من كل كلمة كابيتال، والأبر بتخلي كل الحروف كابيتال، واللور بتخلي كل الحروف سمول. أما دالة إجزاك بتقارن الخلايا النصية ببعض، يعني هل النص ده هو النص ده ولا لأ؟ لو هيقول لك ترو، ولو لأ هيقول لك فولس. يساوي وبعدين إجزاكت وبعدين تاب النص الأولاني وعايز أقارنه بالنص التاني اللي هو ده واضغط انتر. طبعا النتيجة فولس، وده عشان في اختلاف في الكابيتال والسمول، فعلشان يحصل التطابق لازم يكونوا زي بعض بالظبط حتى في الحروف الكابيتال والسمول. بعد كده دوال استخلاص الأحرف، الرايت والليفت والميد. دوال استخلاص الأحرف يعني لو عايز تاخد أو تنسخ حروف معينة من نص موجود داخل خلية، تقدر تقول إنها حاجة أدفانسد شوية بالنسبة للكابو والبيست، وهما 3 دوال تقدر تعمل بيهم الكلام ده. أول دالة معانا هي دالة رايت. هنا بيستخلص الأحرف أو بينسخ الأحرف من اليمين، الأحرف اللي أنت عايزها من النص. يساوي وبعدين رايت وبعدين تاب الخلية اللي فيها النص وتحديدا محمد العسكري موجودة في A2 وبعدين سيمي كولن وبعدين عدد الأحرف اللي أنا عايز أبدأ استخلصها من اليمين. أنا عايز أستخلص الحرف ال R وال Y من اليمين، يعني أول تاني أحرف اللي هما 2. أما دالة ليفت بتستخلص الأحرف من الشمال. يساوي وبعدين ليفت وبعدين تاب الخلية اللي فيها النص وبعدين سيمي كولن وبعدين عدد الأحرف اللي أنا عايز أستخلصها، وليكن مثلا عايز أستخلص محمد عندي هنا 1 2 7 أحرف، وهكتب 7 واضغط انتر. أما دالة الميد دي بتستخلص من النص. يساوي وبعدين ميد وبعدين تاب الخلية اللي فيها النص وبعدين سيمي كولن وبعدين بتكتب انت عايز تستخلص من رقم كام. فأنا مثلا عايز يبدأ يستخلص من حرف ال H، فهكتب 3 بحيث ان هو يبدأ يستخلصني من تالت حرف، واكتب عدد الأحرف اللي أنا عايز استخلصها وتحديدا ال H وال A وال M وال E وال D، يعني 5 أحرف وبعدين انتر. ده كده بالنسبة لدوال استخلاص الأحرف.
تعال بقى نشوف دالة تريم. دالة تريم ديت بتمكنك من مسح الفراغ الزيادة الموجود في الخلية. عندنا مثلا في الخلايا ديت فيها فراغات زيادة، فممكن بدالة تريم ديت إن احنا نحذف الفراغات الزيادة دي. فهكتب يساوي وبعدين تريم وبعدين تاب وبعدين الخلية اللي في النص وبعدين انتر، وبعدين انسخ المعادلة لباقي الخلايا. نيجي بقى على دالة value. وظيفة الدالة دي ببساطة إن مثلا الأرقام اللي أنت شايفها ديت البرنامج متعرف عليها على إنها تاريخ. من خلال دالة value بقى تقدر تحول التاريخ ده لقيمة. هتكتب يساوي وبعدين value وبعدين tab وبعدين الخلية اللي في النص وبعدين انتر. ولو خدت بالك هو خلاها للوضع الطبيعي general، أما التاريخ فهتلاقيه معمول دي. آخر حاجة هنتكلم عنها دوال الاستبدال، السبستيوت والريبليس والفاين. دالة السبستيوت، بص قبل ما ادخل في شرح الدالة خد بالك طالما في المعاملات كاتب تكست فلازم تكون ما بين علامتين تنصيص حتى لو مكتوب رقم، وده هيوضح معاك في شرح الدالة ديت وطبعا الدوال الجاية. هكتب يساوي وبعدين substitute وبعدين تاب وهيظهر لك معاملات بتاعت الدالة. دالة السبستيوت ديت بتشوف ايه النص اللي انت عايز تستبدل فيه حروف معينة، وفي الحالة ديت النص بتاعنا هو A4 A4 وبعدين سيمي كولن. هينتقل على المعامل التاني الأول تكست اللي هو النص القديم. انهي نص قديم انت عايز تستبدله؟ ممكن تستبدل الخلية كلها على فكرة اللي هو النص الموجود في الخلية، بس انا تحديدا عايز استبدل الداش، فهعمل علامة تنصيص وبعدين داش وبعدين علامة تنصيص وبعدين سيمي كولن. تمام، هو كده هيستبدل الداش. عايزين بقى نضيف النص الجديد اللي هو هيستبدل الداش بيه، وتحديدا عايز يسيبها فاضية، مش عايز يكون في داش، عايز يكون في مسافة بس. فهعمل علامة تنصيص وبعدين مسافة وبعدين علامة تنصيص وبعدين سيمي كولن، وبعدين هتبدأ تدخل الانستنس نمبر، بمعنى لو النص اللي انت هتستبدله مكرر وعايز تستبدل جزء والباقي تسيبه زي ما هو، فهتحط رقم الجزء اللي انت عايز تستبدله. يعني مثلا نحط رقم 1 علشان نستبدل الأول، أو 2 لاستبدال التاني بس، وهكذا. طبعا هنا ما عنديش حاجة مكررة، فهشيل علامة السيمي كولن واقفل القوس واضغط انتر، وزي ما واضح قدامك هو استبدل الداش بمسافة. ما تنساش انك انت لو في حاجة مكررة عندك في الخلية اللي انت هتستبدل منها لازم تعرف البرنامج انت هتستبدل انهي جزء بالظبط. تعال بقى نشوف دالة ريبليس. دالة ريبليس بتستبدل أحرف معينة في مكان محدد بأحرف جديدة. الفرق اللي ما بينها وبين دالة السبستيوت إنها بتستبدل بناء على مكان الحرف في النص. تعال نشوف. يساوي وبعدين ريبليس وبعدين تاب، هيظهر لي المعاملات بتاعة الدالة. هكتب النص القديم وتحديدا الدي 4. الدي 4 ده النص القديم أو الخلية اللي أنا عايز أغير فيها حروف معينة. بعد كده الستارت نمبر اللي هو رقم ترتيب الحرف اللي هتبدأ منه الاستبدال، وتحديدا عايز استبدل من أول رقم 22، رقم حرف 22، فهكتب 22 وبعدين سيمي كولن وبعدين هدخل النمبر تشيرز، وده عدد الحروف اللي أنا عايز استبدلها من بداية رقم 22، وتحديدا عايز استبدل 3 حروف وبعدين سيمي كولن وبعدين أدخل النص الجديد، ولازم يكون ما بين علامتين تنصيص، وبعدين أقفل القوس وأضغط انتر. وهو هنا استبدل لي النت بكوما. أما دالة find دي بتبحث عن حروف معينة داخل نصوص وبتعرفك رقم الحرف في النص كام. تعال نجرب. يساوي وبعدين find وبعدين tab. الفايند تكست اللي هي القيمة أو الحرف اللي أنت عايز تبحث عنه، وتحديدا عايز أبحث عن الإي، عايز أعرف رقم الإي اللي موجود في خلية A10 مكانه فين، أو إيه ترتيب الحرف بتاعه، وبعدين سيمي كولن
وبعدين أكتب موقع البحث أو الخلية اللي أنا هبحث فيها عن الإي واللي هي A10، وبعدين سيمي كولن، وبعدين أدخل ستارت نمبر، وده اختياري لو أنت عايز تبحث مثلا تبدأ بحث من بداية من رقم حرف معين. مفيش بتسيبها فاضية، تقفل القوس، تضغط انتر، وكده هو جاب لي ترتيب حرف الإي. لو عندك أي استفسار بخصوص الدوال النصية أو دوال تانية سيبهولنا في التعليقات وهرد عليهم. السلام عليكم.